يا في ناس اللي كانت عماله تقول لي يا مدمن عايزين تطبيق بدون توثيق، وتطبيق يكون فيه رسائل محترمه. تطبيق ليلى يا باشا زي ما انت شايف قدامك كده، في سحب ذاتي. بس لو انت داخل في وكاله قديمه السحب بتاعها مش ذاتي، يبقى يعني انصحك تعمل حساب جديد وتخش في الوكاله ديت. الكود بتاعه اهو، ده السحب بتاعها ذاتي. يعني بص تحت كده يظهر لك كلمه سحب تحت، يعني انت تسحب لنفسك. تمام. كان الاول الوكالات القديمه لازم بقى عن طريق وكيل، وفي حوارات بتحصل وبتاع. تمام. فالتطبيق ميزته حلوه ان هو الحد الادنى تقريبا حاجات بسيطه جدا. تمام. هعمل لكم دلوقتي اثبات سحب. والسحب طبعا عايز اقول لكم على حاجه مهمه، السحب بيوصل يوم الاثنين فقط. يعني انت مثلا لو سحبت يوم الخميس هيوصل لك الاثنين، سحبت الحد هيوصل لك الاثنين، سحبت من 10 ايام هيوصل لك يوم الاثنين. يعني يوم الاثنين زي ما انت شايف قدامك كده اهوت، ده السحب الذاتي يا باشا. هوريك دلوقتي ازاي تشتغل على التطبيق وازاي توثق. يعني توثيق سهل جدا، اي حد يقدر يوثق التطبيق. يلا بينا من غير ما نرغي كتير طبعا نشرح تطبيق ليلى. التطبيق المحترم هنشوف دلوقتي يعني الفلوس هتوصل لنا امتى. احنا النهارده وصلوا فيديو النهارده يوم الاحد، شوف هتوصل يوم الاثنين ولا لا. الاول ناخدها كده سكرين شوت، وانزل اعمل لايك واشترك في القناه. واللي كسب معايا طبعا يتواصل معايا علشان يستلم الهدية بتاعته. فيلا بينا من غير ما نرغي كتير نبدأ في الشرح العملي على طول. تمام. ونصيحة يا جماعة، أنا عايز أقول لكم على حاجة قبل ما أبدأ الفيديو. التوثيق أنا عامله لنفسي أقسم بالله. يعني جبت موبايل تاني نفس الطريقة اللي احنا كنا بنشتغل بيها على التطبيقات اللي فاتت، يعني زي تطبيق يوكي لما كان لسه نازل وبتاع، عملنا منه برضو الثغرة دي واستغليناها من الأول. ودلوقتي التطبيق يعني منع الثغرة دي. تمام. خلى ان يعني لازم التوثيق يكون إيه مظبوط، يعني زي تطبيق عمار وسيا والتطبيقات دي. لكن تطبيق لا ده سهل في التوثيق، دي ميزته. وطبعا إيه لو انت مثلا ما ظهرلكش السحب الذاتي لازم توصل للحد الادنى للسحب يا باشا زي ما انت شايف قدامك كده عشان يظهر لك كلمه سحب. لو في اي مشكله معاك يعني في ان الكلمه دي مش ظاهره لك، لازم تكون داخل في الوكاله تقريبا. لازم تكون داخل في الوكاله، وبعد كده تقوم جاي مكلمني بقى تقول انا جمعت الحد الادنى ومش ظاهر لي كلمه سحب، انا هتصرف انا بقى. تمام. فيلا بينا من غير رغي كتير نبدا شرح تطبيق ليلى. طبعا يا جماعه بعد ما نسجل طبعا بنخش كده ونختار الجنس. طبعا يفضل انه يكون بنت. تمام. هيفتح معانا تطبيق بالواجهه دي. اول حاجه تعملها ركز معايا بس، هتدوس على كلمه وكاله. تمام. وساعتها هتدخل الكود اللي ظهر قدامك دوت. تمام. ده عشان يبقى انت نمت الوكاله. هسيب لك على التليجرام برضو. تمام. دي طبعا زي ما انت شايف قدامك كده، دي الوكاله الخاصه بينا زي ما انت شايف قدامك كده. وتعال نشوف كده. بص يا باشا، الناس دي شغاله ايه. تمام. هنرجع كده طبعا عشان ايه بعد ما اخش في الوكاله بقى هتوثق بقى يا باشا. ماشي. التحكم الواقع الحقيقي هندوس على كده ابدأ التحقق. هتدوس على ابدأ التحقق هذه المرة فقط اهو. تمام. انت بتجيب بس بتاع يعني موبايل تاني عليه صورة ومع السلامة سلم لي. تمام. طبعا انا عامل تحقق كده كده، وحتى لو انت عملته مره بيظهر لك تاني بيقول لك وثق عادي ما فيش اي مشكله، بس هو الحساب بيكون متوثق. هندوس كده على الصفحه الرئيسيه هتلاقي كلمه سحب ظاهره لك هنا في الصفحه الرئيسيه اهي. هتدوس عليها كده ركز معايا يا اخويا. اهو طبعا انا معايا دلوقتي اللي فوق ده، يعني انا اقدر اعمل الكلام اللي فوق ده. هندوس كده على دي اللي هي اقل حاجه. تمام. نجاح تم الارسال اهو. بيقول لك ممكن 7 ايام عمل، بس هم بيوصلوا قبل كده. لو وصل هسيبه لكم في السكرين، ما وصلش يبقى مع السلامه. تمام. اهو دلوقتي هنجمع طبعا الحد الادنى وبعد كده يعني هنشوف. تمام. فنرجع كده طبعا هندوس كده على شايفين الحاجات خصمت معانا. هندوس كده على دي وهندوس تفاصيل اهو. بيقول لك هنا اهو سحب اهو سالب كذا كذا. تمام. فيلا بينا بقى نبدأ نوريكم الشغل على التطبيق عامل ازاي. اول حاجة هتدوس على كلمة المهام بعد ما توثق طبعا المهام اللي هي هنا دي. بتلاقي عندك هنا مركز المهام. تمام. مهمة رسمية دي ندوس عليها اهو. بيقول لك اذا وصلت الدرجة يوميا لكذا تاخد كذا. هي طبعا عمولة عن عملات. العملات دي بتتحول لي زي ما انت عارف، مش عايز اتكلم بس. تمام. فودافون اتصالات في يو اس دي تي. انت متخيل ان في يو اس دي تي في التطبيق؟ هاي دي طبعا المهام اللي انت بتكملها زي مهام تطبيق عمار وسيا والكلام ده كله. مهام بيقول لو جمعتي كذا يبقى ليك كذا الكلام ده كله. تمام. فتعالى بس اوريكم عشان الناس اللي من بره مصر اللي بتسمعني. يعني انا مختار فودافون، لكن يعني يبقى في لكن مش ظاهره عندي لان انا اخترت حددت فودافون. بيبقى في يو اس تي يا جماعه. تمام.
فنعمل ايه بعد كده؟ عندك اهو الغرفه، غرفه الحفله والحاجات اللي فوق دي المهمه، دي المهمه اللي انا لسه موريها لكم تقريبا. ماشي، المهم بقى تبعت بقى هاي هاي زي تطبيقات يا جماعه اللي احنا عارفينها كلنا هنا اهو. ماشي، تبعت هاي 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 هاي. تمام، الفيديو ده معمول لاغراض تعليميه. تمام. آه، اهو ندوس هاي وندوس كده على الرسايل، وكنت تعمل بقى تعدل اللي هي الايه التحيات دي، تخليها ايه حاجات حلوه بقى من اللي انت فاهمها دي، صوره بتاع، يعني حاجات عشان تشد الانتباه عشان الشخص يرد عليك، يعني حاجات يعني. بس احسن لك خليك محترم في التطبيقات دي، عشان اللي مش محترم حسابه بيتكل على الله. مع السلامه، سلم لي عليها. تمام. هندوس كده، لسه طبعا مفيش حد رد، عادي تخليك فاتح التطبيق ونشط وتبقى تبعت بقى تاني تاني. هو التطبيق انت لسه فاتحه اصلا، فبالتالي عايز يجيب لك، عايز يعني تصبر شويه عما يجيب لك يعني حد يرد عليك وكده. تمام. مكافأة الصب دي عبارة عن ايه؟ تمام، سيبك منها سيبك منها، مش مهمة. الإعدادات دي لو أنت عايز تأمن حسابك، الحساب والأمان، تظبط انت الحاجات دي كلها. تمسح تخزين مؤقت كل شوية عشان التطبيق يبقى سلس وسريع معاك طبعا. أول ما السحب يوصل لي طبعا أنا هسيبهولكوا في السكرين على طول. تمام. وكده يعني ممكن تنشر لحظة عشان ايه تسرع معاك الرسايل وكده. وتمام، عندك اهو تسجل الدخول اليومي قبول. تمام، عندك وقت بقى تبعت هاي هاي. احلى حاجه في التطبيق ده إن كان بيعذبني زمان ايام ما كان السحب عن طريق وكيل، يعني الاداره كانت بتعمل معاه الغلط الصراحه. فبالتالي لما خلوه سحب ذاتي ريحوا دماغنا، اقسم بالله ريحوني وريحوهم وريحوا كل حاجه. تمام. احلى حاجه في التطبيق اللي هو التوثيق بتاعه سهل جدا، مش زي عمار وسيا وتيم والحاجات دي توثيق صعب. لا، توثيق زي ما انا اقول لك، هجيب صوره من جوجل ومن تليفون تاني يلا سلم لي وادعي لي يا باشا، ادعي المدمن في التعليقات تحت. تمام. وننزل نكتب تعليقات محترمة. طبعا الجواهر دي بنعمل بيها ايه؟ تقريبا دي مفروض بترمي هدايا على الاشخاص بيها. تمام. وعندك اهو بيقول لك العاب الماس اللعبة 300، يعني انا معايا ماس اللي هو بتاع اللعبة حاجة و80. ماشي. هنخش كده. ماشي، هنخش كده، عايزين نلعب لعبة. ماشي. في هندوس كده على التنين النمر كده، التنين والنمر. يعني انا معايا 300 جوهرة، اما نشوف كده. بس انا ما انصحش اي حد اللي هو ده يعني جواهر مش محتاجها، فانا مش هجرب كده. خسرناها خسرناها، كسبناها كسبناها. دي طبعا التنين والنمر بيقول لك انك مثلا تختار الجاية تبقى على التنين ولا على النمر. تمام. اهو بيتحمل يعني، نشوف بقى الدنيا فيها ايه. تمام. اهو طبعا قربت تخلص اهوت. تمام. انا هو معايا 900 وحاجة جوهرة، فانا هعمل ب500 على النمر. اه، نستنى الجيم اللي بعده. ماشي. او نحط 100 كده. ايوه، حطينا على النمر 3. ماشي، نشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي. ما انصحش حد اللي يعمل الكلام ده. تمام. ايه النمر هيكسب. هوب هوب هوب، فاز التنين الاخضر، مع السلامة. اه، شفتوا في ثانية كده يعني خسرنا الفلوس كلها. عشان كده بقول لكم الالعاب ده مش اي حد يلعبها، يعني هي تبقى يعني حظوظ في الاخر يا جماعة. وتاني حاجة مش مظبوطة طبعا. في رسالة هي يا جماعة، آه، قولوا مثلا منين. اهو خدنا اهو زي ما انتم شايفين قدامكم كده. ماشي. يبعت كده اي حاجة. تمام. طبعا كل ما نرد طبعا كل ما يجي لنا رسائل اكتر وكده. بس يا جماعة ده كان الفيديو بتاعنا، اشوفكم في فيديو جديد. احلى ناس في الدنيا، مع السلامة.